سلام عليكم. جاي احكي لكم على قصه فيها عظه حكالي عليها شاب اسمه وليد. وليد بيقول ان هو معاه في الشغل زميله اسمها مدام داليا، ومدام داليا دي من النوع اللي هو بياخد باله من نفسه جدا. جواها جميل وبراها جميل، دايما الحلاوه والنظافه اللي في نفسها بتظهر على تصرفاتها وافعالها. تاخد بالها من لبسها، من الوانها، دايما الابتسامه على وشها، بتخدم كل الناس، فهي فعلا جميله. ومدام داليا في النهايه لما تشوفها تحس انك انت شايف كده حاجه من الزمن الجميل. عارف الستات اللي هم الكبار اللي يبان عليهم ان هم سنهم اصغر من سنهم، ومهتمه بتفاصيلها ولابسه لبس كانها شابه، حاجه تشوفها تفرح فعلا. بس مع الاسف مدام داليا ربنا ابتلاها بمرض السرطان، وكانت بتتعالج منه وكلها في الثدي. المهم مدام داليا كانت في المهندسين ونازله من مركز اشعه والتحاليل زي ما الدكتور طلب منها، لكن على حظها كان معدي وليد وراكب ميكروباص. اول ما شافها يا مدام داليا يا مدام داليا، وراح مسلم عليها والميكروباص معدي. المهم ابتسمت وسلمت عليه ومشيت. وليد لقى اللي قاعد جنبه بيقول له ايه ده يا عم، مين دي؟ فراح باصص له، انت مالك؟ قال له اصلها عجيبه، دي يعني جميله قوي في السن ده واخده بالها من نفسها. فعلا كانت نيله في حظان الهباب، مش اللي قاعده عندي في البيت. راح باصص له قال له انت عارف اللي انت باصص عليها ومبتسم قوي وانت بتقول مفيش زيها؟ قال له ايه مالها؟ قال له دي مريض السرطان. الراجل تنح، قال له انت بتهزر؟ قال له والله زي ما بقول لك، دي ست مريضه وادعي لها بالشفاء. القصه والعظه من الموضوع ان كتير مننا بيشوف اللي قدامه من بره جميل، ما يعرفش ايه اللي تفصيله اللي في حياته، او اللي كان بيتمنى ان اللي عنده في البيت تبقى شبهها، لو بس جالها المرض الله اعلم باللي هيجراله ويجرالها. ربنا يصلح حالي وحالكم، ونتعلم ما نحكمش بالظاهر وما نبصش لغيرنا، ونتمنى اللي عنده يبقى عندنا، لان احيانا اللي عنده ما نستحملش يجي حتى ناحيتنا، مش يبقى عندنا. السلام عليكم، مسوا بالعافيه.